مجرد انك تلقي نظرة على جوجل ايرث بتعرف على طول فين الاماكن اللي في العالم اللي فيها مطرة كتيرة وفين الاماكن اللي ما فيهاش مطرة كتيرة. اللون الاخضر هو معيار المطر في جوجل ايرث. لون اخضر يعني نبات طبيعي كتير وغابات كتيرة. لون اصفر يعني صحراء ما فيش مطر. طبعا اللون الاخضر اللي في وادي النيل والدلتا ده مش بسبب المطر، لكن بسبب ان في مية النيل خلتنا نزرع الارض اللي جنب النيل. لكن مصر كلها من شمالها لجنوبها أمطارها قليلة جدا. ولو انتقلنا لدولة السودان فهنلاقي إن شمال السودان أمطاره قليلة جدا لغاية مدينة الخرطوم. لكن لما نتجه جنوب الخرطوم بشوية بنلاقي إن معدلات الأمطار بتزيد. شرق الخرطوم جنوب الخرطوم معدلات الأمطار بتزيد. طبعا الأمطار اللي على الخرطوم أكتر بكتير من الأمطار مثلا اللي بتنزل على أي مكان في مصر. يعني الأمطار اللي على الخرطوم هنا بتتأثر الخرطوم جامد بالأمطار الموسمية اللي بتنزل على اثيوبيا والامطار الاستوائيه اللي بتنزل على جنوب السودان وبحيره فيكتوريا. الغريب اللي حصل في الاسبوعين اللي فاتوا ان في امطار غزيره جدا نزلت على بحيره ناصر والمنطقه الجنوبيه دي وحلاب وشلاتين في جمهوريه مصر العربيه والمنطقه الشماليه في السودان. المكان ده مش حزام مطري، مش متعود انه يستقبل امطار غزيره في شهر 8. شهر 8 ده امطار موسميه في اثيوبيا، امطار الصيف بتاعة هضبة الحبشة. فايه اللي يجيب الامطار دي ويزيحها شمالا كده؟ ده حاجة مش معتادة. دكتور عباس شراقي بيقول ان الكلام ده لو حصل لفترة كذا سنة ورا بعض فممكن نقول ان حصل تغير مناخي، لكن انه يحصل سنة كده وبعد كده 10 سنين تاني ما يحصلش فدي حالة طارئة او مجرد تقلبات مناخية بتحصل لفترة سنة واحدة. تعالوا نشوف طب الوطن العربي كله فين الامطار. هل ليبيا فيها امطار؟ امطارها قليلة جدا، يا دوبك في الشمال هنا عند البحر المتوسط في الجبل الاخضر عند بنغازي بتبقى فيه شوية امطار شتوية. هل تونس فيها امطار؟ جنوب تونس جاف جدا، لكن شمال تونس كلما نتجه شمالا بنلاحظ ان في امطار كتيرة في شمال تونس. اللون الاخضر بيعرفنا كده على طول. نفس الكلام في الجزائر. معظم الجزائر صحراء جافة جدا اللي هي الصحراء الكبرى اللي هي شمال افريقيا كلها، لكن شمال الجزائر في امطار كتيرة شوية بالذات في الشتاء. نروح المغرب. المغرب يا جماعة هي دي ودي حدود بين المغرب والصحراء المغربية. عايز اتكلم عن الموضوع ده بالمناسبة لان لغاية دلوقتي ما عملتش فيديو مخصوص عن المغرب. لكن تعالوا نشوف فين الامطار بتنزل على المغرب. برضو على شمال المغرب كلما اقتربنا من اوروبا من مضيق جبل طارق هنلاقي اللون الاخضر غامق اكتر. الجبال خضراء، في غابات، في خضرة، في زراعة اكتر، في اجواء اجمل، في طبيعة اجمل، في مطر يا جماعة، مطر وخير وأنهار شتوية. أي نعم المغرب مر بشوية جفاف في المواسم الماضية في الشتاء، لكن عموما الشتاء المغربي ممطر جدا أو مطير جدا. تلاقي منطقة اسمها الصحراء المغربية تقول لك أنا مش عايزة المغرب، عايزة أبقى لوحدي، عايزة أبقى دولة لوحدي. شوفوا أنا ملياش دعوة بالسياسة والقضية دي يعني ما بحبش أتكلم فيها قوي من الناحية التاريخية والسياسية. بس أنت ليه عايز تبقى لوحدك؟ أنت عندك إيه عشان تبقى عايز تبقى لوحدك يعني؟ انت صحراء وجفاف ومفيش اي امطار رغم انك جنب المحيط، لكن امطارك قليلة جدا، ما عندكش حتى طبيعة جميلة. ليه كاره المغرب ومش عايز تتوحد معاها يا راجل؟ ده الواحد يعني اللي مالوش كبير يشتري له كبير. طب انت ربنا بيقول لك خد المغرب كلها اتفسح فيها وعيش فيها واسكن فيها وشوف غاباتها وخضرتها وامطارها وشعبها الجميل. وانتوا طبعا شعب جميل يا شعب الصحراء المغربية، ما قلتش حاجة. بس ليه كارهين انكم تبقوا مع المغرب؟ ليه كارهين انكم تبقوا دولة واحدة في خضرة في غابات في جمال في طبيعة حلوة؟ مش عارف ايه السبب في كده. لو اتجهنا جنوبا هنلاقي ان موريتانيا جنوبها خالص يا دوبك طالت الامطار. جنوب موريتانيا امطاره اكتر شوية لانه بيطول الامطار الاستوائية اللي بتسقط على وسط افريقيا. على فكرة ده خط الاستواء او دايرة الاستواء، والدايرة دي هي مدار السرطان اللي بيمر في جنوب مصر، اما الدايرة دي فهي مدار الجدي اللي بيمر في جنوب افريقيا وجزيرة مدغشقر. فالاماكن اللي هي عند خط الاستواء مطيرة جدا جدا وفيها غابات استوائية كثيفة جدا ومطرها معظم شهور السنة وامطار غزيرة جدا. اثيوبيا اقل شوية. جنوب السودان هنا اقل شوية طبعا من اثيوبيا، اقل كتير من اثيوبيا. دولة جنوب السودان بقى هي اللي فيها مطر كتير جدا، يمكن اكتر من اثيوبيا كمان، بس للاسف اغلبها مستنقعات. هنا برضو هنلاقي ان تشاد ما فيهاش مطر في الشمال، فيها مطر في الجنوب، وهكذا النيجر وهكذا. تعالوا نروح قارة اسيا هنلاقي ان في مطر. الامطار بتنزل مثلا في شهر 4 و5 على اليمن. هنا في امطار غزيرة بتنزل شوية على اليمن،
بتطول جنوب غرب السعودية، بيطول هنا بعض شوية الأمطار دي. جنوب غرب السعودية بيطول بعض من أمطار اليمن اللي بتنزل هنا. دولة سلطنة عمان في شوية أمطار هنا بتنزل على الجبال دي في شهر 4 و5 برضو بسبب الرياح اللي جاية من المحيط الهندي. هنلاقي هنا صلالة في عمان، صلالة هنا جنب حدود اليمن، قريبة شوية من حدود اليمن. الجبل ده كله بيبقى أخضر جدا في شهور الصيف كده، في موسم الأمطار بيحصل أمطار غزيرة هنا برضو في صلالة وجبال صلالة جميلة. طبعا الإمارات أمطارها قليلة جدا، ما عدا شوية ممكن في الشتاء أو كده. الربع الخالي ده ما فيش مطر خالص. السعودية أغلبها ما فيهاش مطر. السعودية ساعات بتطال شمال السعودية، هنا أقصى شمال السعودية بيطال بقى بعض الأمطار الشتوية. زي ما عرفنا إن ساحل الشام أو ساحل الشرق للبحر المتوسط بيبقى عليه أمطار غزيرة جدا بسبب الرياح الغربية والرياح الشمالية الغربية. ويعني إحنا كلما اتجهنا شمالا بتزيد الأمطار عموما، وكلما اتجهنا جنوبا بتزيد الأمطار عموما. لكن المنطقة اللي هي محصورة بين الأقصر وبين القاهرة دي أكثر مناطق العالم جفافا، منطقة جافة جدا. أنا شخصيا عايش في ديروت بمحافظة أسيوط، نادرا جدا جدا إنها تمطر، مرة كل 5 أو 4 سنين تنزل يوم مطر أو يومين مطر في الشتاء وخلاص، فالأمطار محدودة جدا. طبعا لما بننتقل لتركيا بنلاقي فيه أمطار كتيرة جدا. طيب شايفين الساحل الشمالي لتركيا على البحر الأسود؟ ده البحر الأسود يا جماعة وده البحر المتوسط. الساحل الشمالي لتركيا ده مطير جدا وأمطاره غزيرة جدا وفيه جبال خضراء كتيرة. تعالوا أوريكم كده المنظر عامل إزاي في الساحل الشمالي التركي على البحر الأسود، في مناطق ومدن كتيرة جدا وجميلة جدا. زي ما انتم شايفين ده البحر، طبعا البحر الأسود لونه مش أسود ولا حاجة، لونه أزرق، يمكن الشواطئ هي اللي مسودة شوية. جبال خضراء جميلة جدا، مناظر طبيعية وجبال جميلة جدا. ده الشمال التركي لدولة تركيا على البحر الأسود. تعالوا نشوف منظر تاني. هنا برضو شايفين الجبال الخضراء، جبال وعرة جدا لكنها كونت بيئة مطيرة جدا في شمال تركيا. ادي المنظر، شايفين الجبال دي كلها خضراء، الجبال اللي هناك دي كلها خضراء. برضو احنا على ساحل البحر الأسود في الشمال التركي. هنشوف منظر أخير من شمال تركيا. المنظر اللي هنا مثلا ساحل تركيا على فكرة كبير جدا وطويل جدا على البحر الأسود، يعني طوله أكتر من 1000 كيلو، طوله كبير، مش فاكر كام بالظبط يعني، بس هو الساحل طويل ومليان مدن كتيرة جميلة جدا. أجمل مناطق تركيا في رأيي هو الشمال التركي اللي على البحر الأسود، لأنه مطير جدا وأخضر، بحر وخضرة وكده. ده في وسط المدن بقى، مش على الجبل. دي مثلا هضبة أو تلة كده، تلة في المدن التركية، فخضرة طبعا بسبب الأمطار الغزيرة اللي بتنزل بالذات في الشتاء ومعظم شهور السنة، أمطار أوروبا أو أمطار شمال تركيا على البحر الأسود. طبعا الجزء ده من تركيا مش تبع أوروبا، يعني ده تبع آسيا، وجنب تركيا على طول هنلاقي دولة جورجيا. ولو رحنا قارة أوروبا فهنلاقيها كلها مطرة ما عدا إسبانيا، يعني إسبانيا فيها بعض المناطق اللي مطرها قليل شوية أو متوسط، لكن برضو أغلبها مطير. فرنسا كلها مطيرة، المملكة المتحدة، ألمانيا، بولندا، تشيك، النمسا، كله مطر في مطر وخضرة. ولو رحنا هنا مثلا الصومال فنلاقيها مطيرة جنوبا. للأسف الصومال هنا شمالها مش مطير لكن جنوبها مطير. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.